محدش هيحبك لو انت فاشل. حتى انت مش هتحب نفسك لو انت فاشل. هات لي واحد فيه منه كوبي بيست، هتلاقي في الشبه بس مش في الشخصيه. مش هيعيش نفس العمر، مش هيعدي بنفس التجارب. انت مش هيجي زيك تاني. انت مش محتاج تغلب حد، انت محتاج كل مره توصل لمرحله تغلب نفسك عشان توصل اللي بعدها. طول ما انت بتقارن نفسك باللي حواليك ماشي، المنافسه حلوه، بس هتوصل لفين؟ هتعديه وتنتخ. فلو سمحت بطل تقارن نفسك. ففي قلق يحركك انك تعمل حاجه كويس، في قلق يقعدك في البيت ما تعملش حاجه. ده الفرق بين القلق الصحي والقلق الغير صحي. وفي النهاية لازم يبقى عندك ثقة انك القرارات بتاعتك دي هتطلع منها قرارات غلط وهتفشل فيها، وهتكون دروس مستفادة تخليك ناجح قدام. مش معنى ان انت فشلت في قرار ان انت تفشل في حياتك كلها، بالعكس القرارات اللي انت بتفشل فيها دلوقتي هي اللي تديك الخبرة انك تقدر تاخد قرارات قدام. عارفين لا دي لو اتعلمت تقولها في الوقت الصح تبقى بني ادم تاني خالص. لو سمحت ممكن اتكلم معاك دلوقتي؟ معلش انا متاسف، انا مش فاضي دلوقتي. بتزعل قوي في مصر، بتزعل جدا، رغم ان الطبيعي انك جيت لي وانت فاضي. لو انا مش فاضي مش من حقك تاخدني من وسط شغلي عشان اقعد اتكلم معاك. بس ما ينفعش اي وقت حد يرفع سماعه التليفون عليك يكلمك ترد. انت بتعمل ايه؟ لوم الناس، لوم كل حاجة، لوم الدنيا كلها على كل حاجه بائسه حصلت في حياتك. في الاول وفي الاخر انت كان الريموت كنترول في ايدك، ربنا ما خلقكش وانت ريموت كنترول حياتك في ايد حد تاني غيرك. عشان كده انت هتتحاسب على ايه؟ تحاسب على حاجه كانت بره ايدك، تحاسب على ظروف مش ظروفك. فقبل ما تسال نفسك انا اصل المبررات عامله ازاي، اسال نفسك انا عملت ايه عشان اخد الحاجه اللي فيه مليون واحد غيري عايزين يوصلوا للحاجه دي. انا عملت ايه زياده، انا عملت ايه مختلف، انا استحملت ايه اكتر منهم. العالم مليان ناس موهوبين ما عملوش حاجه. ازاي حضرتك انك تعلي الستاندرز بتاعتك؟ انا مش هقبل ان انا ما ابقاش صاحب الشركه بتاعتي، انا مش هقبل ان انا ابقى مظهري وحش، انا مش هقبل ان انا اكل مش نظيف، انا مش هقبل ان انا لما اكبر يبقى عندي ولاد مش عارف اعلمهم في مدارس كويسه ومش عارف اكلهم واشربهم كويس، ولادي نفسهم يتعلموا كويس اقول لهم لا معلش اتعلموا وحش عشان انا معيش فلوس، نفسنا نخرج مكان الفلوس. لا تضيع وقتك، لا تنساق هكذا مع المؤثرات التي يهتم بها العموم الشباب الذين في عمرك. اصنع لك من الآن بيئة صالحة، اصنع لك أصدقاء جيدين يعينونك في بنائك، يعينونك في المستقبل. ودائما دائما كلما تعبت أو فترت أو تلكأت في الطريق فانظر للمستقبل. قل أنا لا أنظر النتيجة الآن، أنا أنظر بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات. وتابع الناس المتميزة اللي توجه الشباب الذين هم في عمرك. تابع ما الذي يطرحونه، ما الذي يرشدونك إليه من ناحية البرامج. كن مستقلا في تفكيرك في آرائك. حافظ على دينك وعلى الفرائض الأساسية التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والبركة، وستجد النتيجة والآثار الكبيرة جدا بإذن الله تعالى. مرة أخرى أنت شيء كبير، أنت أمل كبير، أنت يمكن أن تحدث الفارق، فلا تضيع نفسك.
كلمة مستحيل معناها أنه توجد مشكلة لم تجد لها الحل بعد، ولكن يوجد لها حل. وكل إنسان وجوده يغير في كل الكون. كل الكون لن يكون كما هو اليوم بدونك. الإنسان مستحيل أنه يقدر يحسن من نفسه إلا إذا عنده أمل أنه عيوبه هذه ممكن في يوم من الأيام يتغلب عليها. الفحم مادة موجودة في الكرة الأرضية منتشرة وقيمتها قليلة، ولكن تخيلوا أنه هذا الفحم تحت الضغط والحرارة الكربون اللي فيه يتحول إلى ألماس، وكذلك الإنسان يستطيع. لذلك قالوا أن كلمة مستحيل كلمة اخترعها الإنسان ليبرر بها عجزه. كل ما يعجز عن شيء يقول مستحيل. الشباب عندهم فكر، عندهم قدرة. الخلاصة الشباب مبدعين، عندهم عقول، عندهم أفكار، عندهم إبداعات.